بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الطريقه الصحيحه لغلي اللبن. طبعا في ناس هتقول لي يعني ازاي الطريقه الصحيحه، احنا بنغلي اللبن عادي يعني ما فيهوش مشاكل. بصوا يا حبايبي، ده كده اللبن ده كان في الفريزر يعني متجمد وانا فكيته على النار. ماشي، هشوف دلوقتي لما هيبدا يكون قشره على السطح، نحاول ان احنا نقلبه باستمرار كده على اساس ان ايه القشره دي ممكن يتعلق فيها ميكروبات، والميكروبات دي مش بتموت بسهوله. ماشي، لازم يكون عند غلي اللبن ونقلبها علشان تنزل. ماشي، ونتخلص منها. طبعا درجة حرارة الغليان بتموت اي ميكروبات، بس دي في حاجة اسمها بكتيريا جرثومية، دي يعني بتموت مش بطريقة يعني سهلة. هي بتتكون على السطح، يعني ممكن القشرة اللي بتتكون على السطح دي هي بتتكون عليها، او ان هي بتبقى عليها من فوق على اساس ان هي يعني بتهرب من الغليان. ماشي، ولكن طبعا احنا زي ما بقول لكم كده نغلي اللبن كويس ونقلبه كويس كده علشان ايه، حتى القشرة دي لما تتكون نحاول دايما ان احنا نقلبها علشان تنزل تحت. طبعا ربنا يحفظ الجميع، احنا بس بنقول على الحاجة اللي هي ايه الصحيحة. مفيش حاجة على وجه الارض ما عليهاش ميكروبات. المية نفسها فيها ميكروبات. طبعا الميكروبات اللي في المية بتموت مع درجة الحرارة العالية او مع الغليان، مع درجة الغليان. اي بكتيريا او اي ميكروبات بتموت في درجة الحرارة العالية او مع الغليان. درجة الغليان دي بتموت الميكروبات، ولكن بالنسبة للبن علشان او الحليب عشان بيكون قشرة، فالميكروبات دي بتطلع على القشرة من فوق. شوفوا كل ما تتكون القشرة نقلبها كده لغاية اما ايه تنزل تحت. طبعا هو بيغلي دلوقتي، نقلبه كده شويه علشان ايه ان شاء الله تخلص. طيب دلوقتي هنقول مثلا، طيب اللبن اللي احنا بنشتريه معلب ده هل نغليه؟ لا، هو متعامل خلاص، هو اتعامل في المعامل بتاعته، اتغلى واتبستر وكل حاجه، فاي ميكروبات الحمد لله يعني ايه خلاص كده انتهت. ولكن احنا بنقول على اللبن السايب اللي احنا بنجيبه العادي ده لازم نعرضه كده للغليان شويه، وزي ما قلت لكم الطريقه دي طبعا ما فيش حاجه على وجه الارض ما فيهاش ميكروبات. ماشي، زي ما قلنا كده، وان شاء الله ربنا يحفظ الجميع.